تخيل معايا يا صاحبي إنك بتتكلم مع كمبيوتر بيبص لك وبيسمعك، بس فجأة يقول لك أنت كذاب. الله، هو عارف من إيه؟ الموضوع بسيط بس عبقري شوية. الكمبيوتر أو الذكاء الاصطناعي بيعتمد على حاجة اسمها تحليل السلوك البشري. يعني إيه يا عم تحليل السلوك البشري دي؟ يعني بيراقب تفاصيل صغيرة جدا، زي نبرة الصوت، سرعة الكلام، حتى حركة العينين. يعني مثلا لو اتوترت شوية صوتك بيترج حبة، لو شلت عينك بسرعة أو ركزت بزيادة الكمبيوتر بيقدر يسجل كل ده. طب ولو بكتب يا عم الفتك، كمان بيراقب ضغطك على الكيبورد، بيشوف الوقت اللي بتاخده بين كل حرف والتاني، ولو بتفكر كتير قبل ما ترد. دي كلها مؤشرات. كل ده اسمه بيانات غير مباشرة، والذكاء الاصطناعي بيجمعها ويقارنها بأنماط معروفة باسم الكذب. بس استنى، هو مش ده دايما بيكون صحيح 100% على فكرة. هو بس بيتوقع إنك مش صادق، أو بناءً على الإشارات دي بيقول إن أنت كداب. الخلاصة من النهاية، الكمبيوتر مش بيقرأ أفكارك ولا حاجة، بس بيقرأ جسمك وصوتك وتصرفاتك كويس. لو عايز تعرف أكتر عن أسرار الذكاء الاصطناعي، اعمل لايك، سبسكرايب، واكتب في الكومنت أنا مش كداب.